تمكن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من تحقيق لقب كأس العالم لسنة 2022 المنظم بقطر للمرة الأولى في تاريخه بعدما قدم أداء رائعا خلال البطولة بأكملها التي أقيمت في دولة قطر. وإثر هذا النجاح وبعد انتهاء المباراة عانق ليونيل ميسي والدته بحرارة بعد تتويجه باللقب الأغلى في مسيرته، حيث يعد مونديال قطر 2022 وهو الأخير له في مسيرته. وقد ذهب ميسي على خطى أسود الأطلس بالتعبير عن فرحه بعناق أمه ومشاركة الفرحة معها في رسالة توضح للعالم أن وراء كل رجل عظيم امرأة تدعمه وتؤيده.